بس لو المستر او المس قالت لك كوب هي بتنطق امريكان، ولو قالت كيوب فهي بتنطق بريتش. لو ابنك من 5 ل 7 سنين لا في الاصوات الطويله ومش متاكد منها، فتعالى اقول لك على صفحه كامله بيج 10 من المستوى الثالث كوركت هحلها معاكي دلوقتي، وده بس عشان لما تتفرج على الفيديو يكون عارف ايه هي لونج اي واي واو ويو واي. تابع معايا الشرح. اعمل حاجه اسمها تصنيف sorting او classification. اقرا قبلي tree key. دايما عندنا 3 ثواني هنديها للطفل علشان يقرا قبلنا. kite pie boat snow cube blue. اصنفها ازاي؟ هي لونج اي ولا اي ولا اي ولا او ولا يو؟ اول كلمه معايا day، ده لونج اي، هنكتب هنا day D A Y. طيب اللي بعدها train بردك لونج اي، الاي اي بيديني اي، تمام؟ train T R A I N T R E E، وده لونج اي. طب اللي بعدها key K E Y. اكسلنت. كايت لونج اي، عندي ميدل اي وعندي الاي في الاخر اللي هي الفاينل بتخلي الاي لونج، ادي كايت كي اي تي اي. طب اللي بعده باي بي اي اي. طب اللي بعده لونج او، عندي او زي بوت وعندي او زي سنو، ادي بوت بي او اي تي، وعندي سنو اس ان او دبليو. اخر كلمتين يلا نقراهم تاني. كيوب سي يو بي اي. بس لو المستر او المس قالت لك كوب هي بتنطق امريكان، ولو قالت كيوب فهي بتنطق بريتش. والكلمه اللي بعدها بلو بي ال يو اي. خلصنا اول سؤال، قرينا الكلمات وصنفناها، يلا نروح على السؤال اللي بعده.